زي ما قلت لحضرتك كنا نتهم ان احنا يعني مع السلطه، مع النظام ايا كان النظام وايا كانت السلطه. بالتاكيد يا استاذ شادي، ودعني اصدقك القول، انا في تقارير يعني عملناها هنا في اتحاد الاذاعه والتلفزيون، السلطه الان مظلومه مع الاعلام اللي ينبغي ان يكون مدافعا عن الشرعيه. لا تاخذ حقها في هذا الاعلام الذي نجلس فيه الان. قناه النيل لا تمنع احدا من دخولها مهما كان انتمائه السياسي او انتمائه الفكري، وكذلك كل قطاعات اتحاد الاذاعه والتلفزيون، سواء قطاع الاذاعه، قطاع التلفزيون، قطاع القنوات المتخصصه، قطاع القنوات الاقليميه. لا يقصى احد من تلفزيون الشعب او اذاعه الشعب، هذا هو ملك لكل الشعب. جميعنا كمصريين لنا اسهم متساويه فيه، لا فضل لاحد على الاخر، ولكن على الجميع ان يطمئن اننا نحاول ونجتهد بمعاونتكم انتم يعني كابناء لهذه القناه وابناء لهذا الاتحاد، نعتز بكم وبقدرتكم ان نقدم اعلاما مهنيا صادقا محايدا موضوعيا يسلط الضوء على الرأي وعلى الرأي الآخر، لا يقصي أحدا ولا أيضا يجامل أحدا، وإنما يعمل لصالح الحقيقة التي ينبغي أن تقدم لهذا الشعب. فحق المعرفة حق دستوري. على ذكر الحقيقة، نحن نتابع الآن على الهواء مباشرة لقطات من أمام قصر الاتحادية، ويعني صورة حية لما يحدث الآن في يعني ذكرى تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك. تناول الإعلام لهذه القضايا تحديدا سيادة الوزير، يعني كيف يمكن أن تكون رؤيته موضوعية بدون تضخيم أو تهويل، و يعني كيف يمكن أن ينتقد دون أن يسيء؟ والله يا أستاذة ليلى، ربما يعني احنا نشارك بعض الرأي في أن الإعلام غير محايد في هذه الأزمة. الإعلام الآن أحيانا يمجد من يحرقون ومن يحطمون ومن يغلقون المصالح العامة ومن يحاصرون بعض الأبنية ويقطعون الطرق ويتعرض لهم بالذكر على أنهم متظاهرين وهم ليسوا متظاهرين بالمرة. هناك فرق بين التظاهر وبين التخريب، بين التظاهر والاعتداء، بين التظاهر والإحراق. يعني نحن اليوم التالي نشاهد بعض الصبية يغلقون باب مجمع التحرير، ونعلم أن هذا المجمع ترتبط به مصالح مئات الآلاف من المصريين على مدى الأسبوع، ممكن أن يرتادوا عشرات الألوف كل أسبوع أو أكثر من ذلك. هذه مصالح الناس تتعطل، الإعلام يتناولها وكأن شيئا عاديا يحدث. هذا ينبغي، هناك حياد في بعض القضايا وهناك انحياز في بعض القضايا، انحياز للحقيقة، انحياز للمصلحة العليا للبلاد. نشاهد أحيانا قذف القصر الجمهوري الذي هو ملك للشعب ورمز السيادة المصرية بقنابل المولوتوف، ونتعرض لها بشكل عادي ونقول مثلا متظاهرون يقذفون. هؤلاء ليسوا متظاهرين، لابد وأن نسمي الأسماء بمسمياتها الحقيقية، لابد من ضبط المصطلح. هناك فارق بين التظاهر السلمي الذي ينبغي أن تحدد أماكنه دون اعتداء على حق المواطن في أن يعبر من الشارع الذي يريد، حق المواطن في أن يدخل المصلحة العامة كي ينهي فيها تعامله. يعني مجمع التحرير اللي بيدخل يطلع جواز سفر، اللي بيدخل يطلع تصريح للسفر، اللي بيدخل يخلص مصلحة في هيئة حكومية، هذا من حقه أن يدخل هذا المكان وهو آمن ويقضي مصلحته ويعود. لا بد للإعلام أن يتناول هذه القضايا بحسم وبصدق وبوضوح، لكن أن نمسك العصا المعلومة الكاملة، يعني لا يخفي شيئا لا ولا يخفي يضيف شيئا، ولكن أيضا يا أستاذ شادي من وظائف الإعلام التوجيه. أليس كذلك؟ درسنا في الإعلام إن إحنا من وظائفنا التوجيه، التثقيف، المراقبة، يعني كل هذه الأمور. يعني مش هدفنا الإخبار فقط أو الإعلام، وإنما أيضا من وظائفنا كإعلام أن نوجه ونثقف ونعلم. هذه هي وظائف الإعلام، أن نقول هذا السلوك صحيح وهذا السلوك خاطئ، أن يقطع طريق أو يقطع كوبري أو يقطع شريط سكة حديدية
أو يقطع أو تعطل محطة مترو، دي كلها جرائم يعاقب عليها القانون. قطع الطريق حده الأدنى في العقوبة 3 سنوات حبس. 3 سنوات حبس. إذن هناك جرائم ترتكب، لابد وأن نقول أن هذه جرائم ترتكب، ولا نواري أو لا نخجل أو لا يخفت صوتنا عند تناول هذه المخالفات، وإلا الكل سيغرق. سفينة الوطن تتعرض للخطر من بعض مثير الشغب، من بعض البلطجية، من بعض دافعي الأموال سواء في الداخل أو الخارج. وقد لاحظنا تحقيقات النيابة في من تقاضوا أموال من أجل أن يلقي بالمولوتوف على هذا المكان أو ذاك، أو يقطع هذا الطريق أو ذاك. يعني هذه أمور وتصرفات لابد أن تواجه بالقانون، وتواجه بالإعلام، وتواجه من حكماء البلد سواء كانوا أحزاب سياسية أو قوى أو تيارات. لابد للكل أن يعلي صوته الآن في إدانة هذا العنف المرفوض، مرفوض دستوريا، مرفوض قانونيا، مرفوض شعبيا. طيب احنا يعني في معرض حديثنا جالنا ايضا بيان من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بمناسبه ذكرى التنحي. اسمح لنا نقراه معالي الوزير على الهواء مباشره. بمناسبه حلول الذكرى الثانيه لنجاح ثوره يناير في اسقاط النظام السابق، وجه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء التحيه لشعب مصر العظيم الذي قام بالثوره لازاحه عقود من الدكتاتوريه وحكم الفرد، وليفتح الطريق امام اقامه نظام ديمقراطي حر ينعم فيه أبناء مصر بالحرية والحياة الكريمة، والتي دفع ثمنها شهداؤنا الأبرار الذين هم بيننا دائما أحياء يرزقون، وفي قلوبنا يعيشون هم ومصابو الثورة الأبطال. وأضاف رئيس الوزراء أن قطف ثمار الثورة يكون بالعمل والجد والاجتهاد والبعد عن الإثارة والمزايدات السياسية، وبمنح الفرصة لالتقاط الأنفاس والتخطيط المنهجي والعمل الهادئ بعيدا عن الصراعات السياسية حتى تسترد البلاد عافيتها. وأكد الدكتور قنديل أن الحكومة الحالية هي من الشعب وتعمل لصالح الشعب، فعائد الإجراءات والسياسات التي تقوم بها الحكومة يذهب إلى شعب مصر بكل فئاته دون تمييز. ودعا قنديل إلى استعادة روح ثورة يناير التي جمعت المصريين حول هدف واحد تحقق في 11 من فبراير عام 2011، وأكد أن تحقق هذا الهدف ما كان يجب أن يكون بداية للفرقة والاختلاف بين شركاء الأمس، فما زالت هناك الكثير من الأهداف التي تتطلب التوحد والتعاون بين مختلف القوى السياسية سواء من هم في صفوف الحكومة أو في صفوف المعارضة. ونوه رئيس الوزراء إلى مبادرة دعونا نبني مصر، داعيا إلى أن تكون نموذجا لكيفية الاحتفال بذكرى نجاح الثورة في إطار سلمي بناء بديلا للعنف والتخريب، حتى تحقق مصر ما يصبو إليه شعبها العظيم. حمى الله مصر وشعبها العظيم. ده كان بيان رئيس الوزراء اللي لسه جاي لنا حالا بمناسبه حلول الذكرى الثانيه لنجاح ثوره يناير. معالي الوزير، وهو في الحقيقه يعني بهذه المناسبه نوجه التحيه والتهنئه للشعب المصري بحلول هذه الذكرى، ذكرى التحرر الحقيقي، ذكرى استرداد الشعب لحريته لكرامته. أيضا هذه لحظات فارقة عاشها المصريون في 11 فبراير 2011. وفي الحقيقة يعني قامت الثورة من أجل عدة مبادئ: العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية، الكرامة الإنسانية. نستطيع أن نقول أننا والحمد لله حققنا مبدأ الحرية، حققنا مبدأ الكرامة الإنسانية. نسعى بخطى ثابتة نحو تحقيق مبدأ العيش الكريم والعدالة الاجتماعية. وفي الحقيقة أنا أحيي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، الرجل وأيضا أعضاء الحكومة لا يعني يدخرون جهدا أو عملا، يواصلون الليل بالنهار من أجل خدمة هذا الشعب الذي استأمننا على هذه المهمة. فنحن خدم له في هذه المهمة، من أول رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء إلى الوزراء إلى كل مسؤول، هو اليوم خادم لهذا الشعب العظيم بعد ثورته التي صنعها. لم يعد لدينا أسياد وعبيد، لم يعد لدينا بشوات ومواطنين، كلنا على درجة واحدة من المساواة، من الحقوق المتساوية، على درجة واحدة من حقوق المواطنة، لا فرق بين وزير وغفير، الكل واحد. فنسأل الله أن تنجح الحكومة
في تحقيق آمال هذا الشعب العظيم في ذكرى تحرره وسعيه نحو العيش الكريم. عفوا، ولكن على ذكر الحكومة تحديدا لا يخفى على سيادتك أن هناك انتقادات حادة توجه لحكومة الدكتور هشام قنديل، وأنت يعني وزير في هذه الحكومة. نعم، وأنت عضو فيها. التعاطي الإعلامي الأمثل مع هذه الانتقادات وتفنيد الحقيقة للمواطن كيف يمكن أن يكون؟ يعني بيان بالتأكيد هناك معوقات، هناك ربما أخطاء يراها البعض، كيفية إيضاح هذه الأخطاء وما هي الأشياء الجيدة التي قامت بها هذه الحكومة؟ كيف يمكن التعاطي إعلاميا مع يعني الحكومة؟ أستاذة ليلى، بنظرة الإنصاف، هذه الانتقادات في رأيي معظمها انتقادات ظالمة تنبع من مصالح حزبية ضيقة، يعني لا تبغي وجه الله ثم مصلحة الوطن، وإنما هي مصالح حزبية أو شخصية ضيقة. يعني أنا شهادة لله، أحيانا المواطن العادي الذي لا ينتمي لأي حزب أو تيار يعني يشتكي من بعض أشياء لم تتحسن. لا، أنا أقول المواطن العادي له الحق، كل الحق في العيش الكريم، في الحياة الكريمة. لكني أقول أيضا أن هذه الحكومة والحمد لله نجحت في تخفيف عدد من الأزمات. لو لاحظنا أزمة الغاز العام الماضي على سبيل المثال، في مثل هذا اليوم في مثل هذا التوقيت من العام الماضي وصلت أنبوبة الغاز إلى 50 و60 و70 جنيه، أليس كذلك؟ اليوم الحمد لله الحكومة نجحت في تخفيف هذه الأزمة ولم يعد هناك أزمة للغاز. الحمد لله أصبحت أنابيب الغاز متوفرة في كل مكان، بحد أقصى توصيل للمنازل 7-8 جنيه، واستلام من المستودعات ب5 جنيه بسعرها الرسمي، والحمد لله ليس هناك أزمة في الغاز. أيضا هذه الحكومة نجحت أيضا في تخفيف أزمة البنزين، ربما أزمة السولر لسبب أو لآخر، عوائق وصول سيارات السولر إلى محطات التزود بالوقود، وأيضا هناك يعني تسريب لكميات كبيرة من الغاز تنهب وتسرق وتسرب من السوق المصري، وبعضها يهرب عبر البحر. أليس من مسؤوليات الحكومة السيطرة على هذه الأشياء؟ يعني ما هو للأسف مش مديين الحكومة فرصة أنها تسيطر، شغلين الحكومة، شغلين جهات الأمن في إشعال الحرائق هنا وهناك. هذه المظاهرات 100 هنا، 20 هنا، 200 هنا، ويولعوا إطارات، يقطعوا طرق. يعني جهات الأمن هتعمل إيه ولا إيه؟ ما هو أيضا إحنا مش مديين جهات الأمن فرصة تلتقط أنفاسها حتى تبسط الأمن على كل ربوع مصر. لاحظي المصري، المواطن المصري النهارده مظلوم في بعض البلاد، يعني الأمن غايب بسبب أنه مستنفر عشان يحمي مقر المحافظة أو مقر المنشأة دي أو الممتلكات الخاصة للمواطنين، أو جهات عديدة جدا مكلف بحمايتها وحراستها من البلطجية ومثير الشغب. احنا بنفرق طبعا بين التظاهر السلمي في كل كلامنا ومن يحرق ومن يعني يخالف. يعني طبعا احنا مع كل المظاهرات إذا كانت في إطار سلمي. نقطة مهمة يا أستاذ شادي، هذه الحكومة مش جاية من المريخ، هذه الحكومة جاية من ميدان التحرير. نحن كنا في ميدان التحرير، ونحن دفعنا ضريبة هذه الثورة قبل أن تنطلق. نحن الحمد لله كنا ممن أشعل فتيل هذه الثورة، فاحنا مش جايين من بره، احنا جايين من الميدان، جايين من الثورة. احنا خدام لهذا الشعب، هو اللي جابنا في هذه المهمة ونؤديها بما نستطيع وبما يرضي الله. لكن التخريب فهذا مدان. التظاهر حق مكفول للجميع لا يماري فيه أحد، من حق الجميع أن يتظاهر وتحمى هذه المظاهرات. القانون يفرض على الأمن، يفرض على رئيس الدولة، على رئيس الحكومة، على الوزراء أن يحموا المظاهرات السلمية وأن يكفلوها ويقدموا لها كل التسهيلات التي تمكن أصحابها من التعبير عن مطالبهم. لكن علينا أن نتذكر تجارب دول أخرى، وأخص هنا دول شرق أوروبا التي مرت بحالة تحول من الاستبداد، من القهر إلى الحرية. بعض هذه الدول يعني حصلت فيها يعني منافسات مثل الذي نراها الآن في مصر، ومعارك جانبية على الكراسي، حتى وصلت إلى الدرجة التي لا تجد فيها رغيف الخبز.
ثم اضطرت في النهاية إلى أن تجلس إلى مائدة الحوار. نحن لا نريد لا قدر الله أن نبقى نتطاحن، لأني بنصح إخواتي اللي كانوا معانا في الميدان اللي متخيلين المظاهرات هتسقط النظام. هذا وهم، وأنا قلت الكلام ده عدة مرات قبل كده. هذا النظام نظام قوي، نظام يستند إلى قاعدة شعبية عريضة، نظام جاء بإرادة شعبية، نظام مش مفروض على الشعب، ده الشعب اللي جايبه، والشعب جدد له الثقة في مرات عديدة. إذا نحن نتحدث عن نظام شعبي. تريد أن تغير هذا النظام، عليك أن تنتظر ال4 سنوات بتاعة الرئيس إلى أن تنتهي. سيعرض نفسه على الشعب، وأنت أيها المنافس أيضا اعرض نفسك على الشعب، والشعب هو الذي يختار. أيوة. أما عن طريق العنف، عن طريق الإحراق، عن طريق التدمير، التقريب، قطع الطرق، هذه لن تؤدي إلا إلى الإضرار بمصالح هذا الشعب العظيم. بالتأكيد. السيد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام، شكرا جزيلا على تشريفك لنا في هذا اليوم، افتتاح قناة النيل للأخبار في ثوبها الجديد. شكرا وأنا أيضا أشكركم على هذا. شكرا لحضورك يا فندم. ومشاهدينا عندنا موجز لأهم الأنباء مع زميلة منى الشايب، نذهب إليه ثم نعود لهذه التغطية المباشرة على شاشة النيل للأخبار في ثوبها الجديد. ابقوا معنا.